وجعتك يا حبيبتي؟ ها؟ وجعتي؟ وجعتي؟ ايه؟ علشان خاطري يا حبيبتي ما تبقيش تقومي عليا تاني. اياكي بعد كده وعلى اي حاجه عارفه هنعمل فيكي ايه؟ حرام عليكم بقى. والله لو عرف اي حاجه من اللي ده سالي طبعا انت بتعملي فيها ده. بنعمل فيها ايه سالي وهي اللي بتعملي فمن اولها. انا سمعتي وانت بتقولي لها الكلام ده اللي بره سمعته كله. يا هو احنا عملنا فيها حاجه يا سهيله؟ لا ما عملناش حاجه على فكره يا ماما. عملت فيكي عشان تعملي فيها كده. اتكلمي يا بنتي، احنا عملنا فيكي حاجه؟ يا سالي يا قلبي ما عملتش حاجه، انا خارجه وقعوني وقعدوا يضربوا في بطني. بصي البيت هتجيب لنا مصيبه. طب معلش يا هدير حقك عليا انا، معلش. تعالي يا هدير تعالي. معلش خشي تعالي. او معنى اللي في عينك يا ماما. سيبيها هي اللي مدلعاها. اخر الدراع دوت بقى هيفيدنا احنا بايه؟ سيبيها، انا مش هخليها تقعد على ذمه اخوكي لحظه واحده. هو على هربايه اللي في بطنها دوت لازم ينزل، انا بقول لك اهو. ماشي سيبيني بس خطط وتكتي. تعالي يا هدير خشي. اقعدي كده بالراحه، فهميني بقى كده ايه الحوار عشان انا مش فاهمه حاجه. بيعملوا معاكي ليه كده؟ يا سالي انا كنت خارجه اعبرها شويه عادي عشان تعبت من الرقبه، واختك كانت شنكلتني برجليها ومامتك فضلت تنزل في بطني اكنها عايزه تسقطني ومصره على ده. ماشي انا داخله وسامعه كلامهم من بره، هما بيقولوا لك عشان تعرفي تسخني ابننا علينا. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، الحوار ماشي ازاي او ايه سببه. كل اللي حصل ان انت عارفه ان انا مامتي بعد ما توفت انا خدت الورث بتاعي. تمام. مامتك واختك كانوا عايزينه وعايزين ياخدوه مني عشان خاطر يجهزوا سهيله، فلما جه اسامه يقول لي انا قلت له لا عشان انا كنت محتاجاه عشان الولاده والبيبي وانت عارفه. سيبك من ده كله، جهزوا سهيله في ايه؟ يا سهيله اصلا محتاجه منك فلوس، ياخدوا فلوسك ليه؟ ده ورثك، هما مالهم ومال ورثك ومالهم ومال فلوسك. هو ليه وليه بقى انا قلت لا واسامه وافقني؟ آه. ازاي بقى انا كده بمشي كلمتي عليه وانا كده بقى بسخنه؟ طب انا ذنبي ايه واللي في بطني ذنبه ايه؟ لا هو مش من حقهم اصلا، ده ورثك ومش من حقهم يبصوا له ولا يقولوا ناخد منك حاجه او تساعدي. حبيتي انت تساعدي بشيء، اخوها هيساعد بشيء تمام، انما هم ما لهمش ان هم ياخدوا الورث اساسا بتاعك، بتاع ايه اصلا ياخدوا فلوسك. طب هو من حقك عليه، ارتاحي وانا هطلع اتكلم معاهم ماشي، ولما يجي اسامه برضه هتكلم معاه في حاجه زي كده. شكرا يا سالي. على ايه يا حبيبتي، انت اختي، خلي بالك كده من نفسك وانا هتكلم معاهم خلاص. ماشي يا سيدي شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل. سمع بنتك. ده بدل ما تقول لها ساعديهم ما يجراش حاجه. نعمل ايه بقى دلوقتي فيها؟ لا طبعا ما اقولهاش تساعدها عشان مش من حقكم انكم تاخدوا فلوسها، انتوا مالكم مال ورثها يا ماما. انت بتنصريها علينا يا سالي؟ ايه اللي بنصرها؟ انا بتكلم دلوقتي، انا في صف الحق. دي واحده ورثت من امها الله يرحمها، فالمفروض فلوسها هي اولى بيها. انتوا مالكم تقولي لها تجهزي بنتك بفلوس واحده، ورث واحده ليه اصلا يعني؟ ماشي، بقول لك مش ايه جوزها؟ اصبري يا ماما. دلوقتي دي متجوزه مين؟ متجوزه اخونا، وفلوسها وفلوس جوزها ايه؟ مش واحد، وفلوس جوزها اللي هو اخويا دوت وفلوسنا ايه؟ مش واحد، هي الكلام ده. لا فلوسها مش فلوس اخوكي، وبعدين هي حره هي واخوك، انما انتوا مالكوش تاخدوا من فلوسها حاجه. وبعدين لو هي راضيه بنفس راضيه ان هي تساعد هي او اخوكي، دي حاجه ترجع لهم، انما هي مش مجبره اصلا انها تجيب لك حاجه في الجهاز او تساعدك. ده مين بيقول كده اصلا؟ واحنا هنطبع في فلوس الناس يا جماعه؟ انت شايفه كده يا سالي؟ انا شايفه. معلش يا ماما، انت عارفه ان انا بقول دايما كلمه حق، لو سمحتي ما تقوليش ليا حاجه غير كده، غير اللي انا مقتنعه بيه. ماشي يا سالي. وبرده لما يجي اسامه هتكلم معاه واخد رايه في الموضوع ده. يمكن اسامه هو يتكلم معاها، لو هو اتكلم معاهم ومتفقين ان هم يساعدوا بنتك في حاجه، دي حاجه ثانيه. انما زي يعني مع عاوزة اسامه في اخوكي ايه؟ يعني حاجه زي كده. هتكلم معاه واشوف رايه في الموضوع بس يعني مش اكتر. ماشي يا سالي. بقول لك يا سالي مش واقفه، انت عارفه اصلا ان اخوكي بيبقى جاي من الشغل تعبان. بقول لك يا امي اعملي لنا كوبايتين نسكافيه ولا كوبايتين شاي كده لحد لما يجي اخوك عشان اشوفه قبل ما امشي. يلا قومي. ماشي. ما ينفعش تقولي لاخوكي حاجه يا سالي، ما تخربيش الدنيا. لا انا مش هتكلم معاه في حاجه ولا هقول له حاجه، انا عايزه اعرف بس اذا كان هو عنده نيه يساعد اخته تمام. لما كانش كده بقى انتوا حرين انتوا مع بعض، بس انا عايزه اعرف بس دماغه فيها ايه. بس انتوا مالكوش دعوه يا ماما بفلوس مراته، بس ماشي كده يا انا سالي، عارفه. اعملي اللي انت عايزاه. اكيد هعمل اللي انا عايزاه. وبعدين دي بنت غلبانه ويتيمه وانا بحبها وبعتبرها زي اختي، فيا ريت بلاش تيجوا عليها تمام. لا يا اختي دي مسهوكه، اللي انت بتقولي عليها بتحبيها دي وغلبانه دي مسهوكه. يا ماما هنشوف الموضوع ده. المهم انت عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طيب تمام. الفلوس اللي انت طلبتيها هحولها لك بكره ان شاء الله. خلاص ان شاء الله يا سالي. افردي بقى وشك شويه. ماشي. اهلا، السلام عليكم. يا سوري عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه. الحمد لله كويسه. ايه يا بنت محدش بقى بيشوفك ليه؟ يعني والله هو مشاغل، ما انت عارف بقى، وجوزي دايما مشغول وانا دايما معاه. اخبارك ايه انت تمام؟ الحمد لله والله. طيب انا هقوم اشوف هنتغدى ايه. طيب يا ماما ربنا معاكي ان شاء الله. ايه مالك في ايه؟ مفيش حاجه. لا شكلك كده وشك بيتغير، قولي لي في ايه؟ بص
بص يا اسامه، انا عايزه اقول لك على حاجه. يعني دلوقتي اختك بتتجهز، تمام؟ فانا بس عايزه اعرف حاجه. انت اتكلمت او قلت لمراتك ان احنا مثلا هنساعد اختي او هتاخد من فلوسها او الكلام ده، او يعني قلت لهرير حاجه زي كده ان انت هتاخد مثلا فلوس ورثها ان تساعد اختك بحاجه؟ هو كان مجرد اقتراح، وهي لما قالت لي لا انا محتاجاهم فقلت لها خلاص وده حقها. طيب هو دلوقتي ما ينفعش برضو ان عايزاك تتكلم مع مامتك وتقول لها ما ينفعش انها تبقى حاطه الفكره دي في دماغها. دلوقتي انا عايزاك تتكلم مع ماما وتفهمها الموضوع ده، تقول لها ان هي ملهاش دعوه بفلوسها دي، لان هي حاطه في دماغها ان المفروض ان ده واجب عليها وان ده المفروض، لا ده مش حق مكتسب. هي بتتكلم معايا بتقول لي دي فلوسي وانا حره فيها. هو ده حقها، هي المفروض ان هي حره فيها، وانا لما خدت منها الكلام واتكلمنا في الموضوع هي اقنعتني ان هي محتاجه الفلوس عشان الولاده وعشان الكلام ده كله، عشان ما نعرفش الظروف فيها ايه. وبعدين هي تديهم لي ما تديهمش ليا ده حقها. وبعدين هي ماما اصلا وسهيله مالهم ومال الفلوس دي لا أصلاً. هي ماما مقتنعه بقى ان مراتك طالما معاها فلوس واحنا بنجهز يبقى مراتك تساعد. لا انت بتتكلم معاها عشان انا اتكلمت معاها في الموضوع ده والكلام مش عاجبها، اللي في دماغها في دماغها. ماشي سيبي لنا الموضوع ده، المهم احنا نقعد مع بعض دلوقتي نتغدى وبعد كده ايه نبقى نتكلم في الموضوع ده ونشوفه. خلاص ماشي. وانت برضو حاول ان انت ما تسيبش هدير معاهم كتير. خليها على الله، انا كده كده اصلا بدور على شقه جديده عشان اسيب لهم الشقه واقعد لوحدي. يلا حبيبي ربنا معاك ان شاء انا الله. هقوم بقى اغير كده ونشوف هنعمل ايه بعد الغدا ان شاء الله. ماشي تمام ماشي.